أخبار سعيدة في الطريق لنادي الزمالك. الخبر الأولاني، خلال ساعات قليلة سيتم رفع القيد ورفع الحظر القيد عن نادي الزمالك. الزمالك اتفق مع سبورتنج لشبونة اللي هو هيسدد $1,000,000، وبعد شهر إن شاء الله هيسدد بقية الغرامة ومستحقات فريق بتاع سامسون إكنيولا. يعتبر خلاص الزمالك سددها تمام، وبكده خلال ساعات قليلة جدا هتسمعوا إن رفع القيد عن نادي الزمالك، والزمالك من حقه يسجل أي لاعب في يناير القادم بإذن الله. مبروك ومليون مبروك لنادي الزمالك ولجمهور نادي الزمالك والمجلس إدارة نادي الزمالك. حاجة عظيمة جدا يا جماعة إن انتوا كمجلس أول حاجة اشتغلتوا عليها هو التجديد المفتوح. تاني هام فك القيد. تاني خبر، جروس، كريستيان جروس، يقال إن هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. هيجي إن شاء الله خلال أسبوع. خلال أسبوع هيجي مدير فني كامل أجنبي. كريستيان جروس يا جماعة هيمضي عقد مدته 1.5 سنة. الكلام بيتقال على كده 1.5 سنة إن شاء الله. نص الموسم دوت اللي هو الباقي من يناير لغاية شهر 7، وسنة كمان قادمة إن شاء الله. فدي من ضمن الأخبار الجميلة إن شاء الله لنادي الزمالك. تالت خبر، عمر كمال عبد الواحد. الزمالك ينهي صفقة عمر كمال عبد الواحد في أمس إن شاء الله، ويعتبر صفقة قوية جدا لنادي الزمالك، والزمالك محتاج لاعب جوكر زي عمر كمال عبد الواحد. فمليون مبروك، يعتبر بنسبة 95% عمر كمال عبد الواحد اتفق خلاص في نادي الزمالك. يتبقى بس رتوش أخيرة اتفاق الزمالك مع نادي مودرن فيوتشر. صفقة جميلة جدا لنادي الزمالك، وإن شاء الله في كلام إن عقد رعاية قوي من الطيران القطري يرعى نادي الزمالك لمدة 4 مواسم بمبلغ ما يقرب من $150 مليون. ده الكلام ده يا جماعة أخبار حصرية وأخبار موثوق فيها. عقد رعاية الطيران القطري، ده كل الصحف بتتكلم على الكلام ده، على العقد دوت. عقد رعاية قطري لنادي الزمالك 4 سنين زي ما قلنا $150 مليون. $150 مليون. فأخبار سعيدة لنادي الزمالك، ونقول لجمهور الزمالك افرحوا، معاكم مجلس إدارة كويس ماشي بخطة ثابتة، وبالتوفيق إن شاء الله لنادي الزمالك فيما هو قادم. في حاجة كمان، في الزمالك اعتذر عن كأس الرابطة وتوقعت عليه غرامة $1,000,000، اللي هي خصم غرامة $1,000,000 من دوري نايل. أي فرقة يا جماعة بتشارك في دوري نايل بتحصل على $1,000,000، فيعتبر الزمالك هيتخصم منه المبلغ دوت. بس الزمالك هيشارك في دورتين 2 وديتين في الإمارات. الدورة الأولى هتبتدي من يوم 19 ليوم 24 يناير، فيها فرق محترمة، فرق قوية. والدورة التانية هتبتدي إن شاء الله من يوم 25 ليوم 29 في دبي. دورتين 2 على أعلى مستوى. الزمالك هيحصل على مبلغ مالي ممتاز، فتعتبر حاجة حلوة لنادي الزمالك ومعسكر جيد لنادي الزمالك. ونتمنى نشوف المدير الفني الأجنبي الجديد في المعسكر دوت ويتابع الفرقة. ومليون مبروك للزمالك، والأخبار الجميلة والأخبار الحصرية لجمهور نادي الزمالك والمجلس الإدارة. مليون مبروك لنادي الزمالك، والقادم أفضل بإذن الله.